أنا ما عدت أنا حينما افتقدت قطعة من قلبي، بل الحقيقة أني افتقدت قلبي كله. أصبحت تائها، لازلت أبحث عن نفسي في حطام أحلامي وآمالي، علني أجدني لأبدأ من جديد. سأصبر، فالصبر ليس له حدود، إنما هو حبل من الأرض موصول إلى عنان السماء، حيث جميع أحلامي وفرحتي المنتظرة هناك. وقعت عيني على هذه القصيدة فلامست شيئا في قلبي. حمدا لله. في رثاء ابنتي رحمها الله: إليك ألا يا رب سلمت أمري، وإني بما تقضي وتختار راضيا، فلا أنا مما شئت أبدي تأففا، ولست الذي يرضى وبالغيب آبيا، فحمدا لك اللهم فيما أخذته، وما أنت يا الله أبقيته لي. أخذت وكم أعطيت والحمد واجب، وإني وما أعطيت لا شك فانيا، بما أنت مبقيه وصبر فؤادي. فلي مقلة ما كفكف الصبر دمعها، ولو كنت صبيرا لما كنت باكيا، فزدني على صبري وخفف مواجعي، فصبري الذي أحويه ما كان كافيا. إلهي ولي قلبين، قلبي وإنه بحمدك قد أمسى وبالشكر غاديا، وقلب له في القلب روح وجنة، حبيب عزيز طيب الروح غاليا، هو الروح والريحان والماء والهوى، ولا شيء أغلى منه حتى حياتي. إذا ما أنا حاولت أنسى للحظة، رأيت لها دمعا على الوجن جاريا، يهيج أحزاني ويذكي مواجعي، وهل لي لأن أنسى وماذا بها بيا. يعز على قلبي إلهي بكاؤها، وما إن أواسيها غدونا سواسيا، فيا رب صبر قلبها ثم قوه، فلولاك ضل العمر آسفا باكيا، فقد فتت الأكباد قهرا فراقها، وتلك هي الأقدار تمحو الأماني، ولو أنها الأعمار تهدى لنفتدي، لكان الفدا عمري بما منه باقيا، ووالله لو خيرت بيني وبينها لما اخترت إلا أن أهبها حياتي، ولو كان يفدي الموت شيئا فديتها، ولكن قضاء الله في الكل ماضيا، عزائي بها أني سألقى ثوابها إذا جئت عند الله يوم التلاقي، وحمدا قضاء الله فينا وشاؤه، وإني به أمسيت يا رب راضيا.